السلام عليكم يا جماعة، أهلا بكم في برنامج خالد. النهارده هنتكلم عن فيلم اللي هز العالم، مسلسل هز العالم. نقدر نقول عليه مسلسل، نقدر نقول عليه فيلم، نقدر نقول عليه كل حاجة. المسلسل ده هز العالم وهو مسلسل لعبة الحبار يا صديقي. وفي الفيديو ده أنا جاي أعرفك ايه لعبة الحبار والقصة دي اتعملت ليه، وهل الجزء التالت هينزل ولا لأ. ركز معايا عشان الحلقة النهارده هتبقى نار والبرنامج هيولع في الدار. ويلا نبدأ يا جماعة. تخيل معايا كده تصحى من النوم تلاقي نفسك مديون بمليارات الدولارات، يعني أنت عليك مليارات تصبح في الصبح كده تلاقي نفسك مديون ومفيش قدامك غير حل واحد بس، تلعب ألعاب بتاعت الأطفال ولو خسرت تموت. يلا نكمل. مسلسل لعبة الحبار بيحكي قصة 456 شخص كلهم غرقانين في ديون، حياتهم بايظة، ما عندهمش أي أمل. فجأة يجيلهم عرض غريب، تعال شارك في مجموعة من الألعاب ولو كسبت تاخد 45 مليار وان و600 مليون. مسلسل لعبة الحبار بدأ بفكرة بسيطة بس الفكرة دي مرعبة. 456 شخص غرقانين في الديون ومعهمش أي حاجة عشان يسددوا فلوسهم، وبيشاركوا في الألعاب دي بس هم ما يعرفوش إن الألعاب اللي هيخسر في الألعاب هيموت، ولا يعرفوا إن الجائزة 456 مليار وان، وأي حد فيهم يخسر هم يعرفوا، هم فاكرين إن أي حد فيهم يخسر يطلع ورا اللعبة، ما يعرفوش إن أي حد فيهم يخسر يموت فورا. ومع كل لعبة التوتر بيزيد، ومع كل لعبة الناس بتتحول والصداقة بتتحول لخيانة، والضعيف ممكن يبقى أخطر واحد موجود في المكان الألعاب. والبطل جين هو بعد ما خرج قرر إنه ما يهربش بالفلوس، قرر إنه يواجه المنظمة الغامضة اللي عاملة الألعاب اللي بتموت الناس دي. ده فتح باب لموسم تاني نزل، الموسم اللي يمكن كلكم عارفينه يا جماعة، الموسم التاني. وكمان يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن في موسم تالت نازل، وجون هي هو ده اللي كان البطل في الموسم التاني، والموسم الأول هو ده اللي هيبقى رئيس الألعاب للأسف. والجزء ده هيكون الجزء الأخير في اللعبة، ولو نزل جزء جديد زي ما بقول لكم يا جماعة هو كده هينزل. أتوقع إنه نشوف أسرار لأول مرة، نشوف أسرار عن الناس اللي بتمول الألعاب وبتدفع فلوس كتيرة جدا، وعن الرجل المقنع وقصة الحقيقة كاملة. لعبة الحبار مش مجرد مسلسل، دي رسالة بتقول لما المجتمع يضغط عليك بقوة يا إما تتكسر يا إما تتحول لحاجة عمرك ما كنت متخيلها. في لعبة الحبار في البداية الموضوع شكله بسيط، ألعاب زي شد الحبل والعروسة ثابتة بتلف، يعني كلام فاضي. بس أول ما لعبة تبدأ الناس بتكتشف إن الخسارة يعني الموت. البطل جون هي واحد مدمن قمار، قام يلعب قمار على كل حاجة، علاقته ببنته ضعيفة وحياته مفككة شوية. يدخل اللعبة عشان ينقذ نفسه وحياته ويتفاجئ انه قدام حاجة اخلاقية كبيرة جدا، هيموت ناس بمعنى صح. هل ينقذ نفسه ولا يساعد غيره؟ المسلسل مش بس رعب وتشويق، هو نقد قوي للمجتمع والفقر والظلم اللي بيحصل، ويعرفك ان الفلوس بتخلي الانسان يتحول لوحش للاسف يا جماعة. في الالعاب دي كل لعبة بتكشف شخصية جديدة، في اللي يخون، في اللي يضحي، وفي اللي بيبيع اقرب الناس ليه عشان الفلوس. وزي ما شفتوا في الجزء الاول لما كانوا بيلعبوا على البلي، الراجل اللي اثبتوا 3 مقطوعين دول راح ضحك عليه وعطى كيس حجاره وخدوا كيس البلي وخلاه مات. ده برضه حاجه مش اخلاقيه، وباعوا بكلام فاضي. النهايه بتصير سؤال مهم، هل فعلا اللي كسب هو الكسبان؟ وبالنسبه للجزء الثاني القصه بتكمل مع جون هي بعد ما قرر يرجع يواجه المنظمه دي تاني. الصراع المره دي مش بس عشان الفلوس لكن عشان يوقف الكابوس ده نهائيا. فعلا جون هي بيرجع يواجه المنظمة دي مرة تاني، وزي ما قلت لكم قبل كده ده فتح باب لموسم تاني نازل، وكمان اتأكدنا ان في موسم تالت هينزل يا جماعة وهيكون الاخير. تفهم ايه من الكلام دوت؟ تفهم ان القصة لسه ما خلصتش، لكن النهاية الكبيرة جاية. والسؤال اللي مخلي الناس كلها مستنية، هل يقدروا يوقفوا الألعاب ولا دايما هيكون في لعبة جديدة؟ وفي ناس مستعدة تخاطر بحياتها عشان الفلوس. والأكيد يا جماعة إن الموسم الثالث نازل في 2026، ومن هنا بينتهي البرنامج يا جماعة. عايز أقول لكم على حاجة يا جماعة، الفيديوهات بتاعتي مش بتجيب مشاهدات، فأنا عايز كلكم يشيروا الفيديوهات وتحطوا لايك وتدعموا الفيديو ده على قد ما تقدروا وتشتركوا في القناة عشان نكمل البرنامج، عشان ده شكلنا هنمسح القناة قريب. سلام.